الحمد لله فزنا يا راجل، بس يعني ماتش غريب. عايز اقول لك وليد صلاح الدين قاعد على اون تايم سبورت اصلا مش عارف التشكيل ايه. شغال بيتكلم مع سيف زاهر يقول له 3-5-2 ولا هيلعب 4-4-2 ولا 4-2-3-1 ولا هيلعب ايه، احنا مش عارفين. طب يا عم كولر ما تلعب بالمريح يا عم، ما الانديه كلها الكبيره يا عم بتلعب على الكره المرتاحه يا عم، لعيبه حافظه خطه معينه يمشي عليها يا عم. كل الانديه الكبيره كده يا عم. 4-3-3 يا عم، الاهلي لعيبه الاهلي حافظاها يا عم. العب اكرم توفيق باك يمين، والعب باتنين هاف ديفندر، العب بمروان عطيه واحمد كوكا ولا عمرو السوليه جنب مروان عطيه، وفوقيهم امام عاشور، واتنين الوينجات عندك كهربا اصلا بيلعب وينج، اصلا مش مهاجم، وينج اصلا كهربا شغلانته وينج جناح مش مهاجم، والسوليه، وعندك حسين الشحات. يعني بلاش اختراعات والنبي بلاش اختراعات يعني شغل اللي انت بتقفلم بتخرب لنا الماتش وبتخلي مزاجنا احنا زي الزفت. كجماهير بنتفرج فعلا مزاجنا بيبقى زي الزفت بسببك. وامام عاشور بقى يعني كفايه يا راجل، بتولع الدنيا بين اللعيبه بطريقه انا مش عارف انت مركز مع جماهير الزمالك ومع لعيبه الزمالك ولا انت جاي تعمل ايه. بس لا لا لا، المفروض مجلس الاداره لازم ياخد معاه قرار، لازم ياخد عقوبه، وعقوبه تكون يعني تقسم له ظهره نصين. يا باشا انت جاي هنا تلعب كره مع الاهلي، انت مش جاي تقعد تفكر لنا في نادي منافس وبالونه بيضه وبالونه حمراء وبالونه خضراء. يا عم انت مش قاعد مع اصحابك على القهوه، انا قاعد مع اصحابي على القهوه بنقعد نرازي ببعضينا وبنقعد نضحك والدنيا تمام. لكن انت راجل مصر كلها بتتفرج عليك، وانت بالذات لاعب بتحط نفسك ليه في المواقف دي؟ انا مش فاهم ليه بتسخن الدنيا على بعضها، مش فاهم ليه. مالك يا عم؟ كل ماتش بحوار، بينا عارفين ان امام عاشور طالع لازم في حوار جديد جاي، معروفه. كهربا طالع لازم حوار جديد جاي. يا عم جماهير الزمالك دفعت علينا في المصري، بارك الله فيهم، دفعوا علينا قدام جماهير المصري. ليه بتسخن الدنيا يا عم والدنيا ماشيه زي الفل يا عم؟ هم حبايبنا وبنقعد نضحك ونهزر ونرازي فيهم، بس برضه في الاخر كلنا جماهير في قلب بعض. وفي الاخر يا عم بقابل اصحاب الزملكاويه ومش عارف ايه وبنقول كلمتين حلوين وده علي ماهر عمل لكم وكر كر كر والموضوع وانتهى. لكن انت موجود قدام الصوره، لا يا عم ما تصدرش نفسك، ما تصدرش نفسك وتعمل ازمه ما بيننا. كل جماهير الزمالك وكل نادي الزمالك كلهم على عيننا وعلى راسنا يا عم. انت لازم تعمل لنا حوار. مركز معاهم قوي كده ليه يا عم؟ ركز في كورتك يا عم. حاطط جون حلو ومرقص الحارس، بقالنا 60 سنه ما شفناش حد بيرقص الحارس في مصر. خلاص يا عم ملوش لازمه الحوارات دي كلها يعني. ربنا يهديك يا ابني. اقول لك ايه؟ طيب دعيت عليك الله ينتقم منك ومش جايب سكه.